الزمالك نادي كبير، نادي بطولات وتاريخ وجماهير بالملايين. بس السؤال اللي بقاله سنين، ليه الزمالك دايما في أزمة؟ كل موسم نفس السيناريو، بداية حلوة ثم أزمة ثم تعليق شماعات وبعدين نرجع ونعيد من الأول. النهارده انا مش جاي اهاجم ولا اقول فلان السبب، النهارده انا جاي نفهم كلنا المشكله فين وهل ليها حل ولا لا. هو اكيد فيه، بس انا اقوله لك اخر الحلقه عشان نعرف المشكله فين وحلها. بس قبل ما نبدا، شايك او قهوتك واشرب عشان صحتك، ويلا بينا نبدا. اكبر مشكله في الزمالك مش في الملعب ولا اللعيبه ولا الجهاز الفني، اكبر مشكله فوق في الاداره. كل شويه مجلس، كل مجلس له فكر، كل فكر يلغي اللي قبله. مفيش مشروع، مفيش خطه 5 سنين دي خالص، مفيش حتى سنتين يا اخي. الزمالك الوحيد تقريبا اللي دايما بيبدا من الصفر، لا ده كمان بيبدا ساعات من تحت الصفر. وكل اداره بتيجي عايزه تحقق مجد شخصي ومنفعه شخصيه مش عامه خالص. يعني النادي بيتحول لساحه صراعات، والكوره هي اللي بتدفع الثمن والجماهير الزمالك. يعني حرفيا مجلس إدارة الزمالك الكورة عنده مش أولوية، هي ضحية بالنسبة له. مفيش في الدنيا نادي كل سنة أو يا عم كل سنتين بإدارة مختلفة. كل إدارة بتيجي بتقول لك هنصلح اللي بوظه قبلنا ويبوظوا أكتر. والفرق بين مجلس إدارة حسين لبيب ومجلس إدارة مرتضى منصور إن المجلس الأول ما بيفهمش حاجة في الإدارة بس كان معاه سلطة، أما مجلس حسين لبيب لا إدارة ولا سلطة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب إمتى هتبنوا؟ ولا هو النادي معمول عشان يتصلح بس؟ محدش عارف. لو انت راجل قول لي مصر كلها از هول دي يعني ايه؟ طب لو سمحت كمل از هول كمل. عارفين يعني ايه از هول يا مصر؟ كمل البلاغ، خلينا في هات البلاغ. امي خلينا وديك الطب الشرعي تشوف على الاز هول بتاعك في البلاغ. السبب التاني هو التخبط في ملف المديرين الفنيين. تعال نبص على المدربين يا عم. ايه الفترة الأخيرة دي كام مدرب عدى على الزمالك في كام سنة؟ ياه ما بعدش ابهدي والله العظيم. يعني انت فاهم، بقالي كتير قوي ما عدتش. مدرب بيمشي بعد 5 ماتشات، في مدرب تاني بيمشي بعد شهرين، مدرب بيمشي بعد ما خسر ماتش قمة. طيب ايه ده؟ كارتيرون سابنا قبل نهاية القرن؟ طب هات لنا واحد من ولاد النادي بسرعة. هات طارق يحيى. بعد 13 يوم سيبه ومشيه خلاص. انا جبت باتشيكو. مش باتشيكو ده انت مشيته في 2014 بعد شهرين؟ نفذ يا ولد، انت هتناقشني ولا ايه؟ ماشي. اتعصرنا كتير يا ريس، هنعمل ايه؟ ما تقلقش انا بكلم كارتيرون اهو. إيه يا كابتن، مش ده اللي سابنا قبل نهاية القرن؟ مالكش دعوة انت يا عم، الراجل كان عنده ظروف. شفت الراجل جاب لنا الدوري اهو. الحق يا ريس، كارتيرون ماشي تاني ليه؟ اصل بقالنا كام شهر كده ما قبضناهوش. خليه يغور يا عم. هنعمل ايه طيب؟ كلم اسامه نبيه بعد اسبوع. انا عامل لكم مفاجاه، انا جبت لكم فريرة تاني. مش ده اللي كان ما بيفهمش كوره بعد نهائي السوبر؟ يا عم مالكش دعوه يا عم، انا غيرت رايي. الراجل راح ثقف نفسه واتعلم. مدرب فاشل فاشل. من كلامك بتغير والراجل زمان جاب لنا الدوري والكاس. يعني الراجل جاب لنا الدوري والكاس، بس حصل تعثرات في الموسم الجديد عشان ما جبناش صفقات عدله. يعني نمشيه ليه؟ نمشيه بسرعه. هتجيب مين؟ هات اسامه نبيه. عندي مفاجاه بعد اسبوع. عدى اسبوع يا ريس، استنى يوم كمان المفاجاه جايه. عوده فريرة، هي دي المفاجاه يا ريس؟ ايوه يا عم عيب عليك، كان في سوء تفاهم بس بينا. مشيت فريرة تاني يا ريس. هات عبد المقصود عقبال ما اجيب مدرب اجنبي. طب ما طارق يحيى واسامه نبيه؟ لا خلينا نغير. ولا اقول لك غيرت رايي، هات مدحت عبد الهادي. جبت لكم اسوريو، المدرسه الكولومبيه، يعني بيشربوا بن نضيف فاهم، يعني اكيد دماغه عليه. مشيته ليه طيب؟ ما كان لي شكل في الملعب والراجل بيحاول يحل مشاكله ويبني فريق. هات معتمد جمال. بصوا بقى يا جمهور الزمالك، احنا هنرجع تاني للمدرسه البرتغاليه، مفيش احسن منها، هم فلاسفه الكوره. جبت لكم جوزيه جوميز، ده مدرب جامد قوي بس للاسف ما عادش معانا مرتبات، والراجل خلع وجاي له عرض اكبر في السعوديه. فيعني هيقول له الرزق لا، ما تسيبه يروح يا جدع يشوف رزقه. هات احمد مجدي 4 ايام كده يتصور له صورتين قبل ما نمشيه. انا هرجع جروس تاني. الجمهور متعصب علينا من الاداء يا ريس. جروس ده فاشل يا ريس، ما هو مفيش لعيبه اصلا، كده نظلم الراجل. انا قلت لك مشيه، طيب الراجل بيكسب، انا قلت مشيه ماشي. هات بزيرو، مشيته ليه؟ لا لسه واخد بالي انه كان ضرب الاهلي قبل كده فقلت امشيه. يا كابتن ده اجنبي غير كده ما لحقش ياخد فرصته، قلت لك مشيه. هات ايمن الرمادي، راجل طيب ومحترم. الحمد لله والله الراجل جاب لنا الكاس، حلو قوي، يلا هنمشيه. ايه ده ليه؟ عشان هنعمل مشروع. طيب ما تكمل مع الكابتن ايمن الرمادي مشروعك. لا انا جبت جون ادوارد وهو هيجيب مدرب والصفقات اللي هتفيد النادي. جون ادوارد اللي كان ماسك فاركو. مين يانيك فريرا ده راجل بلجيكي اسباني. يعني بص هتشوف احسن لعب ميكس بلجيكا على اسبانيا. الجمهور متعصب منه وخسرنا ماتش القمه وصبرنا عليه كتير. ماشي. هات احمد عبد الرؤوف، ده خسرنا نهائي السوبر. هات معتمد جمال. اعتذر اني طولت على العك ده، بس انت فاهم انت ايه اللي بيحصل في الزمالك. طيب اللعيب يتطور ازاي وازاي تبني فريق اصلا؟ هو مفيش مدرب في العالم بينجح كده. يعني ده حتى جوارديولا نفسه ما نجحش كده يا اخي. ده جوارديولا في اول موسم ليه مع السيتي فنش في المركز الثالث بفرق 15 بونت عن تشيلسي، بطل الدوري ساعتها. وشوف بعدها عمل ايه. مشكله الزمالك انه عايز نتائج فوريه، يعني المدرب محتاج وقت اصلا، ودي معادله مستحيل. يعني انت فاهم دي مستحيله تحصل. Tudo que está à volta de Murtada Mansur
ان كل الناس اللي حوالين الاداره Se disser que isto é uma Coca-Cola, لو قلنا لهم ان ديت كوكاكولا toda a gente diz que sim. هيوافقوا على كده، يقولوا كوكاكولا. المشكلة الرابعة، صفقات من غير عقل. تعال نبص على الصفقات. أبسط حاجة السنة دي الزمالك اشترى عضية دباغ حلو وعمرو ناصر وأحمد شريف، وعنده أصلا ناصر منسي وسيف الجزيري. كده أنت عندك 5 لعيبة مركزهم الأساسي سترايكرات. أنت ممكن تعمل كده لو هتجيب رضا عبد العال مثلا لما قال لك أنا هلعب واحد ديفندر والباقي هجوم، وده على سبيل المثال مش الحصر. يعني في الحلقات اللي فاتت اللي هي لعيبة الموسم الواحد وكل الهري ده كله، الزمالك دايما بيجيب صفقات مش محتاجة. اللعيب بيتألق موسم يقوموا جايبينه على طول، ما يفكروش ده يفيد النادي ولا هينفع مشروع النادي ولا، وبيجي يموت اللعيب بيكون خامة كويسة فعلا. انت لو شفت الحلقات اللي فاتت بتاعت لعيبة الموسم الواحد او يعني حلقات كتير اتكلمت فيها، او الزمالك يرجع ينافس تاني كنت عملتها زمان، كل ده وبرضه الزمالك مش عارف يصلح غلطته. يعني بالظبط، يعني اخر يا عم 5 سنين كام لعيب بيجي ويلعب موسم ويمشي؟ كام صفقة اتعملت عشان بس ترضي الجماهير وتخليهم يهدوا عليهم، او عشان تكسب لقطة اعلامية ويقولك بص نادي الزمالك بيصلح ازاي؟ لكن في سؤال مهم، نادي كبير زي الزمالك فين الاسكاوتنج او فين التخطيط؟ لا دي ما درسناش بصراحة. يعني من ايه ده، احنا على طول ماشيين كده. يعني نادي بحجم الزمالك ما عرفش يقول ان احنا احتياجاتنا لعيب مثلا رقم 6 وجناح وقلب دفاع؟ والله احيانا الزمالك بيشتري لعيب من غير ما يعرف اصلا هيلعبه في انهي مركز، والله العظيم ما بهزر. المشكلة التالتة في الفلوس، لكن الزمالك مش نادي فقير، يعني هو عنده سوء إدارة. خرافة إن النادي فقير وما فيهوش فلوس ده ضحك على الجمهور. الزمالك عنده رعاة وعنده جماهير وعنده شعبية كبيرة جدا، لكن المشكلة في حاجة واحدة بس، الفلوس بتيجي وتطير. أمثلة كتير، لعيبة بتمشي فري، دي أول حاجة، ده غباء منك. زي زيزو مثلا، مش هقول لك بقى إنه ساب النادي عشان فلوس أو خاين أو الإدارة هي اللي وعدته واختلفت، هقول لك حاجة واحدة بس، قادر تجدد له بطلباته جدد، مش قادر بيع واستفاد. وكان جاي لك عرض من نيوم السعودي، مش عارف ما بعتوش ليه. يعني انت عملت كده مع ناصر ماهر السنه دي لما بعته البيراميدز، لكن انت سبت احسن لعيب عندك يمشي فري وراح لغريمك، يعني ده غباء. وعندك دلوقتي غرامات دوليه وقضايا في الفيفا وعقود متاخره ووقف قيد. السنين اللي فاتت الزمالك دفع غرامات بالملايين، كان ممكن تبني فرقه كامله بيها لو كنت عملت مشروع صح يعني وكنت بتصرف صح. فهو الزمالك بيصرف عشان يطفي الحريق مش عشان يبني بيت حرفيا. والدليل ان في نادي الزمالك فيه فلوس فعلا، ان الكابتن حسين لبيب بطل يشرب طاي ازرق وبدا يشرب ايكوس، فده دليل ان النادي فيه فلوس كتير. الحلقه المظلومه في الحياه دي كلها في مصر عامه في الكره المصريه، الناشئين. الزمالك على مر التاريخ هو مصنع لعيبه وياما طلع ناشئين جامدين، لكن دلوقتي الناشئ بيحصل فيه ايه؟ يا بيتحرق يا بيمشي يا دكه، في حين ان في انديه بتكسب ملايين من لعيبه الناشئين دي، زي ما سيراميكا عملت مثلا مع مروان عثمان، او وادي دجله زي ما ذكرت في الحلقه اللي فاتت، او الاسماعيلي لما باع عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي، مع ان الاسماعيلي مشكلته اكبر وهعمل حلقه عنه قريب ان شاء الله. على فكره الزمالك مطلع ناشئين كتير اخر فتره كويسه، يعني مثلا عندك اسامه فيصل الاهلي كان بيحاول يتعاقد معاه السنه اللي فاتت وبيراميدز عايز يتعاقد معاه السنه دي، وعندك حسام اشرف لما كان الهداف وبينافس على هدافين الدوري مع بلديه المحله، عندك حسام عبد المجيد اللي هو السنتر باك بتاعك اللي هو يعتبر احسن سنتر باك موجود في الدوري المصري حاليا، وانت حاليا مصعد احمد عبد الرحيم ايشو ومحمد السيد وانس وائل ومحمد ابراهيم واحمد الخضري والسيد اسامه، كل دول لعيبه كويسه. يعني اتمنى ان انت ما تعملهمش، ما تعملش زي ما عملت مع ياسين مرعي ويسيبك ويروح الاهلي. واتمنى ما يبقاش مصير كل اللعيبه دي زي مهاب ياسر او حسام اشرف، لان الموضوع بجد يعني سيء، الموضوع مؤلم ان انت لعيب بيكون موهبه وانت تضيعها كده. طيب وايه الحل يا عمر يا مهدي؟ لازم الاداره تبقى بارده، ودي مش شتيمه عامه. يعني ايه يا عمر يا مهدي بارده؟ يعني مجلس ثابت ما اتغيرش ولا يقول لك انا ماشي، وما يتدخلش في الامور الفنيه، وما يكونش في صراعات داخل المجلس او صراعات مع مجلس سابق. تجيب مدير رياضي حقيقي، والله حاليا في شباب كتير قوي يقدروا يعملوها يعني، بس ما حدش بيديهم فرصه، لان احنا لسه عايشين في زمن والله زمان يا سلاحي، انت فاهم يعني. المدير الرياضي ده لازم تديله سلطه وصلاحياته كامله وما تتدخلش فيها، ويكون له مشروع وفي الاخر تحاسبه. تجيب مدرب تبني عليه مشروع وتختاره بدقه وما تستناش نتائج سريعه، موسمين على الاقل واحكم عليه بعد الموسمين دول. لازم يكون في سياسه فلوس واضحه، تجديد قبل نهايه العقد، ما جددتش بيع واكسب فلوسه، وبيع صح، يعني سوق وبيع اللعيب صح. انت حاليا عندك ليبيا السعوديه لسه شاريه دونجا يعني عادي يعني فاهم، فانت تعرف تسوق اللعيب وتبيعه عادي. وحاول قدر الامكان تمنع القضايا الجديده، خليك في القضايا القديمه بتاعتك وحلها. صارح الجمهور، قول له الحقيقه، احنا مش بنبني مش بننافس. انت كده عملت حاجتين، صرحت جمهورك وشلت الضغط من على الجهاز الفني واللعيبه، فهتلاقي نتائج كويسه فعلا عامه يعني.
والجمهور يستحمل سنتين كمان مش مشكله، مش احسن ما يضحك عليه زي كل سنه ويجي يصبروه ببطوله كاس مصر مثلا. الزمالك من اكبر الانديه جماهيريا وتاريخيا في افريقيا كلها، بس طول ما القرار غلط النتيجه هتفضل غلط. والسؤال ليك، هل النادي محتاج فلوس ولا عقول ولا محتاج شجاعه نقول ان احنا غلطانين تعالوا نصلح؟ استنى رايك في الكومنتات، بس متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وابعت لي على الفيس عشان بنزل بوستات وباخد رايكم، وفولو على الانستجرام لان الحلقه دي كانت من اقتراحاتكم على الانستجرام. وبس كده، يا رب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم. سياده المستشار ازي حضرتك؟ لا انا عايز ارد على المرضى النفسيين اللي عندك. لا مين اللي مرضى نفسيين؟ المرضى نفسيين. مين اللي مرضى نفسيين؟ انت اللي مريض نفسي محتاج تتعالج. لا 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 والنبي يا جماعه. مين اللي مرضى نفسيين؟ ادب واحترام. اتكلم انت كويس. يا جماعه يا سياده المستشار بعد مين اللي مرضى نفسيين؟ انت عبيط ولا ايه؟ لا 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 اهدى بس. بس بالراحه الظبط. اهدى بقى يا استاذ معاطي، يا استاذ معاطي. هو حد غلط فيك؟ يا مستشار مرتضى. اتكلم ادب واحترام. انت اللي تتكلم ادب واحترام. طب ايه اقف دلوقتي، اقف دلوقتي.